قبل أي حاجة، رتبة الدياكون هي رتبة مميزة جدا في الكنيسة، لأنها الرتبة الوحيدة في الكنيسة اللي ليها حجرة في بناء الكنايس مخصصة باسمها، وهي حجرة الدياكونية. كمان رتبة الدياكون هو رتبة بيبدأ فيها الشماس يساعد الأب الكاهن في الأسرار، زي مثلا إن الشماس يقدر فيها يناول الدم المقدس أثناء توزيع الأسرار. كمان رتبة الدياكون قال عنها القديس يوحنا ذهبي الفم: لاحظوا الفرح الروحي يا من تشبهون الملائكة بلباسكم الجميل البطرشيل الذي تلبسونه على أكتافكم اليسرى. القديس يوحنا ذهبي الفم قال كده. طب تعالى نشوف بقى رتبة الدياكون دي مهمة للدرجة دي، وإيه اللي يميزها، وإيه هي النعمة اللي بتزيد على الرتبة دي عن الرتب اللي قبلها. أهلا بيكم في الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات أنا شماس اللي بدأناها هنا على القناة، واللي بنتكلم فيها عن كل حاجة تخص الشماس في الكنيسة. وهنتكلم النهاردة عن الرتبة الرابعة من رتب الشماسية، وهي رتبة الدياكون. رتبة الدياكون أو كلمة دياكون نفسها هي كلمة سريانية معناها خادم، وبيقابلها في القبطي كلمة ريف شمشي واللي معناها خادم برضو باللغة العربية. طب إيه هي الشروط اللي لازم تبقى متوفرة في الشخص المتقدم لنوال نعمة الدياكون؟ الشروط هي كل الشروط اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي قبل كده أو في الرتب الشماسية اللي قبل كده. هيزيد عليها إنه الشخص ده لازم ما يقل سنه عن 25 سنة. كمان لازم يكون مختبر لفترة طويلة في الكنيسة إن هو يقدر يشيل مسؤولية الدياكون أو مسؤولية النعمة اللي هيشيلها في الكنيسة. يكون مشهود ليه من الجميع، يكون دارس كويس جدا في العلوم الكنسية والعلوم اللاهوتية والعلوم الروحية، ودرجة روحية كبيرة جدا في الكنيسة عشان يقدر ينال نعمة الدياكونية. آخر حاجة لازم يكون مزكى من شعب الكنيسة إن هو يبقى دياكون في الكنيسة دي. طيب خلاص، احنا لقينا الشخص اللي توفرت فيه الشروط دي، وخلاص هنبدأ نرسمه أو هيبدأ ياخد نعمة الدياكون. إزاي بتتم الرسامة في الكنايس؟ الرسامة بتتم عن طريق الأسقف أو المطران أو البطرك. بيجي الشخص وبيحضر صلاة القداس، وبعد صلاة الصلح بتبدأ طقس الرسامة. والرسامة بتكون عن طريق وضع اليد وعن طريق رسامة الملابس اللي هنتكلم عنها قدام في الحلقة. خلاص كده تمت رسامة وتم قراية الوصية الخاصة بالدياكون اللي هنعرف منها حاجات خلال وقت الحلقة برضو. تمت الرسامة وخلاص بقى عندنا دياكون موجود في الكنيسة. ايه هي الوظائف اللي هيقوم بيها الدياكون في الكنيسة؟ هقولك رقم واحد: هيقوم بكل الوظائف اللي كانوا بيقوموا بيها التلات رتب اللي قبله، اللي هي الإبسلطس والأغنسطس والإرزياكون. هيقوم بالأعمال اللي كان بيقوم بيها زي ما هي، هنزود عليها بعض الوظائف الخاصة برتبة الدياكون. طبعا لو عايز تعرف ايه هي الوظائف بتاع الرتب اللي قبل كده، ممكن ترجع للحلقات السابقة في السلسلة. لكن ايه اللي هيزيد؟ اللي هيزيد انه هيبدأ يفتقد الشعب مع الاب الكاهن، لانه تقريبا هيبقى شبه مكرس حياته للخدمة. كمان اهم حاجة ان هو هيبقى مسؤول عن حجرة الدياكونية في الكنيسة. ايه هي بقى حجرة الدياكونية؟ حجرة الدياكونية موجودة في تصميم كل الكنائس الأثرية اللي هتلاقيها موجودة في مصر. والحجرة بتكون بالتحديد عند الباب القبلي للكنيسة، وبتسمى بحجرة الدياكونية. طب ليه عند الباب القبلي مش عند أي باب تاني من التلات أبواب بتوع الكنايس؟ عند الباب القبلي لأن الباب القبلي في الكنيسة بيرمز إلى باب التقدمة، واللي بيجي من عنده الشعب ويحط القرابين اللي جايبها للكنيسة. فدور الدياكون في الحجرة إنه بياخد القرابين وبياخد أسامي الناس اللي انتقلت، ويبدأ يكتب أسامي الناس اللي جايبة القرابين وبيقدمها للأب الكاهن على المذبح عشان يذكر أسامي الناس اللي جايبة القرابين في القداس وأسامي الناس اللي انتقلت في القداس. فدي مهمة الدياكون، ودي مهمة غرفة الدياكونية الخاصة بالدياكون فقط في الكنيسة. كمان الدياكون بيزيد على وظائفه إن هو يقدر يشارك الأب الأسقف والكاهن في الأسرار وفي توزيع الأسرار المقدسة. زي إن مثلا الدياكون ممكن يناول الدم مع الأب الكاهن لو الأب الكاهن أو الأسقف أو الرتبة اللي موجودة في الكنيسة سمحت له بذلك. عشان كده في وصية الدياكون هنلاقي إن الأب الأسقف بيقول له حاجة مهمة جدا بتدل على قدر النعمة اللي بينالها الدياكون. وجزء بيقول:
افهم مقدار الكرامة التي دفعت لك لتحملها، الذي هو الدم الحقيقي المعطى لخلاص العالم. الجملة دي كبيرة جدا وبتدل على مكانة الدياكون في الكنيسة، وإن هو يقدر يناول الدم اللي سفك من أجل خلاص العالم كله. طبعا الدياكون مش بيقتصر على سر التناول فقط، لكن ممكن يشترك مع الأب الكاهن في بقية أسرار الكنيسة ما عدا سر الاعتراف. طيب خلاص، الدياكون اترسم وعرفنا وظائف الدياكون. ايه هو بقى لبس الدياكون في الكنيسة؟ اولا هو بيلبس التونيا ودي حاجة مش جديدة، كمان بيلبس البطرشيل ودي حاجة مش جديدة. لكن الجديد انه لبس البطرشيل هيختلف في الرتبة دي عن الثلاث رتب اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، لأن البطرشيل هنا هيتلبس على الكتف الأيسر فقط، وعلى الكتف الأيسر بيشير إلى حمل صليب السيد المسيح وبدء الخدمة في الكنيسة، وأطراف البطرشيل هتشير إلى أجنحة الملائكة. هيزيد كمان على تغيير البطرشيل إنه ممكن يلبس طاقية على الرأس، والطاقية بتكون مزخرفة بالصلبان أو بصور السيد المسيح أو القديسين. الطقس ده موجود لغاية دلوقتي، وهتلاقي صور مثلا للمعلم إبراهيم عياد وهو لابس البطرشيل والطاقية بالطريقة اللي اتكلمنا عليهم. آخر حاجة علشان ما أطولش عليك، إنه الدياكون لو اترسم دياكون قبل ما يتزوج ما ينفعش يتزوج، ولو تزوج بتسقط الرتبة. كمان الدياكون لو اترسم دياكون وهو متزوج وانتقلت زوجته ما ينفعش يتزوج مرة تانية، ولو تزوج مرة تانية بتسقط برضو الرتبة. آخر حاجة في الحلقة، لازم تسمع السلسلة كلها. اتكلمنا عن البطرشيل، وأعتقد قليل جدا اللي اتكلم عن البطرشيل غيرنا، واتكلمنا عن الإبسالتوس، عن الأغنسطس، عن الإبدياكون، دلوقتي عن الدياكون. لو مستني حلقة الأرشي دياكون اكتب لنا في التعليقات تحت، اكتب لنا رأيك في التعليقات تحت. معلومات زيادة عايز تعرفها ممكن نعملها لك في ريلز صغيرة. أشوفكم الحلقة الجاية.